خاطركم يا جماعه، انا قد بنحس ان هذا اخر لقاء بيني انا وانتم. اسمع لك، يعني شجاع انت وياه، وبعدها شايري بطيسه والقرافد هولا شايري طبخها وما هو. لا قصدي لو جوا الجن يراجموا ولا شيء كده احنا نلقف. ايوه ايوه لقف لك صحات وخطا. معك اشياء هذا والله ما يرجعوا. انا داري. لا تفرحنيش، حرام ما ترجعوا. متاكد انه مهجور اهلهم بينه جن؟ بينه جن الجن. الحين كيف ندخل؟ من الباب ادخلوا توكلوا يلا من هنا. مفتوح. اديلهم المفاتيح، اديلهم المفاتيح. نسيت اهم شيء المفاتيح وبهو عليهن ما يحبسونا. ما لنا تروحت في محفظه من سب البارد هذا اليوم متى برد يتدفى خلاص ان شاء الله نلتقي بكره هنا وجهز الجنبي. اعرفه هذا رجعته وقال لك جنبي. اقتلوهم الجن. والله اقروا الفاتحه يا جماعه. خاذلكم من هاني اقروا لهم الفاتحه. ادري هم يرجعوا ولا امانه في الجن. الله يرحمهم. خاذلكم. انا مستغرب كيف يفعلوا بالجن الذي يخرج معه قوطي. حيدخلهم وسط القوطي ويتعشوا ويا هنا يلا. هذاك ما رايك نجلس هنا مع صبح؟ تعال كذا نجلس هنا مع صبح. ومالك؟ عندي لك فكرة. ايش رايك ابوي ابو 500 هذا؟ كيف ابوي لا تقلقني من ذا، عاد احنا عاسلين مع الجن الله صبح. بعدها مالك مفتجر ترى ما بش ولا شيء ونسطاك. يا رفيق وينه؟ رفيق افعل انا رفيق شوقي. هو شوقي من هذا؟ شوقي يا اخي ما اقول لك ايش تكلم معه؟ ما هو ما به. كل حاجة طلع حقيقية. هي رضوية. كيف البيت تبسم ما بخارج. ها بالله نجلس انا العصر ونكحت الصحن والبسم في خارج. قد عمتنا كلنا قدهم الصح. مالك خايف بابا؟ ايش حاجة؟ انا ولا انت خايف؟ الله اكبر عليك رجعتني. بابا ما هذا شكل الجن بيلعبوا. صح تيجي انت. هذا واحد مكتوب. ما يصير. تعال نشوف لو هو واحد محمد. طلعت هذا دمية
قصدي مدري ما هو ميت مثل ما خلق نفسه ولا جن بيلعبونه ولا كيف تدري ما هو ميت انا صدق والله قلت نفسي شيء ايه تعال هذا مدور نفس واحد مشي من هذا شبح ماشي منه يا اخي مش شبحنا حسيت انه واحد ايش تعال من حمود هو انت ها؟ ماشي الحين يا عم محمود انا مستغرب هذا البيت مش مسكون ما في. طيب وليش تفجع الناس وتقول ان البيت مسكون؟ اصلا انا سمعت جهالي قالوا شو يبيعوا البيت وخططت وتكتكت وفجعت حق القرية على سب لا حد يشتري. بس انت داري ما عم تفعل هكذا البيت محرم ما حد عاير راعد يدخله. انا مش داري البيت هذا غالي علي انا ورثته ابا عن جد. طيب يا عم حمود والذي حصل نازل ايش؟ ايوه الجن ما في هؤلاء من اهل القرية وانا فعلت كل شيء والخطة هي من عندي انا وجهزت وفجعتكم. انه رقم تبعك. ايوه خلاص يا عم حمود بكره الصبح نخرج لاهل القريه ونفهمهم كل حاجه ونحاكي عيالك ونفهمهم وهم اكيد حيتفهموا وضعك ما حيبيعوش البيت. انا داري. ايوه